علشان كده بالرغم ان كل انسان خلق مختلف، لكن كل واحد فيه الحاجة اللي تميزه. ايه معنى الجمال؟ اولا الجمال هو كل شيء نفسك ترتاح ليه، وكل شيء انت تبقى مبسوط معاه، وده بينطبق على جمال الحس والجمال المعنوي. يعني زي ما احنا بنقول كده، الشكل الخارجي للإنسان أو للحاجة اللي انت بتشوفها، بازاي عقلك وازاي انت تقدر تحكم عليها ان دي حاجة جميلة. احنا بنقدر ان احنا نقيس المعايير باستخدام التكنولوجيا الحديثة. قدرنا ان احنا نقيس المعايير دي ونحط لها نسبة معينة، النسبة دي من خلالها بنقدر نحكم ان الاشياء دي جميلة. فمثلا لو احنا بدأنا نشوف الاهرامات، لقينا النسبة دي موجودة فيها. التمثال الجميل بتاع الملكة نفرتيتي اللي مليان اسرار، لما العلماء بدأوا يحطوا التمثال ده على الأجهزة الحديثة، لقيوا ان النسبة دي او النسبة الذهبية موجودة في تمثال الملكة نفرتيتي. برضو حاجات كتيرة جدا. فعلشان كده احنا بنقدر ان احنا نقيس المعايير اللي احنا نقدر نحكم بيها على الشخص دوا او على الشيء ده اذا كان يحتوي معايير الجمال او لا. وبنقدر ان احنا نشوف كل حاجة ناقصة النسبة دي علشان نقدر ان احنا نعالجها باستخدام طرق جميلة وكويسة. اذا علم التجميل ده علم مليان اسرار ومليان حاجات كتيرة جدا هنقدر ان احنا نعرفها وهنقدر ان احنا نستخدمها. الحقيقة السبب ان انا بدأت اعمل البرنامج دوا لان لقينا في الفترة الاخيرة مع انتشار السوشيال ميديا في طرق مختلفة موصوفة وحاجات تركيبات ووصفات. الوصفات دي لقينا ان الناس بتستخدمها بكثرة، وللأسف الحاجات دي بتسبب مشكلات كبيرة جدا، وده هو بسبب نقص الوعي بالأمور البسيطة جدا. فمثلا في واحدة ست قاعدة في بيتها عاملة ماسك غريب جدا، أول ما أولادها بيشوفوها بيبتدوا يصرخوا، شايفين حاجة غريبة جدا، ووالدهم بيبتدي إن هو يشوف الشكل دوا ويترعب من المنظر اللي بسبب الماسكات اللي بتتعمل، سواء كان ماسك الطين أو الماسك الطمي أو حاجات كتيرة جدا. الحاجات دي للأسف إحنا بسبب الوصفات اللي موجودة على السوشيال ميديا بدأت الناس إن هي تستخدمها بطريقة مفرطة. فبالتالي بدل ما هي كانت حاجة كويسة، احنا ممكن ان احنا نستعيض عنها بالحاجات العلمية الجميلة. يعني في كريمات كويسة جدا نقدر ان احنا نستخدمها، وماسكات للتقشير معمولة بطريقة كيميائية جميلة وبدون اضرار.